لو ما عندكيش غير حبايتين بطاطس تعالي نعمل طبق جميل جدا جدا. هينفع معاكي مع الفطار او هينفع معاكي مع العشاء. حلو قوي قوي واقتصادي كمان ومغذي قوي قوي. دول حبايتين بطاطس غسلتهم وقشرتهم كويس جدا. هقطعهم بقى حلقات او مكعبات زي ما انت حابه. تمام، بس يكون رفيع عشان يستووا معاكي بسرعه. وهحطهم بقى في الكسرونه وهنزل عليهم بربع كوبايه ميه واحده بس. هعلي في الاول النار وبعد كده هوطي النار بقى عليهم والبخار بتاعهم هيسويهم وهيبقوا زي الزبده. بعد بقى ما يستووا هرسهم كويس. وبعد كده بقى هعمل لهم خلطة جميلة بقى قوي كده. اللي هي بقى ايه، بقدونس مفروم وفلفل حامي وفلفل كوبي الوان بقى زي ما انت حابة، اخضر او الوان. وبس، وفصين توم مهروسين كويس قوي. البهارات بقى اللي انا بحب احطها على البطاطس بتوديها في حتة تانية خالص خالص وبتخلي طعمها حلوة جدا جدا جدا. كزبرة ناشفة وكمون، مش بحب احط غير كده، وشوية شطة لو انت حابة تحطي. والملح. بس خلاص كده. مكعب زبدة بقى كمان من عندك لو انت حابة تحطي مكعب الزبدة. مش حابة تحطي زبدة ممكن تستبدليهم معلقتين زيت زيتون او زيت عادي. بس وخلاص هنقلب بقى الحاجات دي كلها كويس جدا جدا. واتفرجي بقى على طعمها، مش قادرة اقولك خطيرة خطيرة جدا جدا. هتحطيها بقى كده جنب الفطار او جنب العشاء، حلوة قوي ومغذية. وجميلة جدا جدا واقتصادية كمان، حلوة قوي. جربوها، ما تنسوش بقى تقولوا رأيكم فيها. ويا ريت تعملوا لايك وتدعموني بالاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.